طريقة عمل بهارات البطاطس المقلية: ملعقتين كبار بابريكا ناعمة، نص ملعقة كركم، شوية كزبرة ناعمة، شوية كمون ناعم، ملعقة صغيرة كاري، ملعقة صغيرة فلفل أسود. فلفل أسود اللي هو بهار الكباب الصيني، ملعقة توم بودرة كبيرة، ونص ملعقة ملح كبيرة حسب الرغبة ناخذ مع بعض. وهيك صار معنا بهارات البطاطس. اليوم رح نعمل بطاطا ويدجز. أول شي حرفتك نحط ملعقة كبيرة نشا، ملعقتين كبار نشا، ملعقتين كبار نشا، وبهارات البطاطا اللي عملناهم سوا. كم ملعقة بقى؟ مثل ما بدك، ملعقة ونص ماشي. بنحط لهم نحن اذا حبيتوا تضيفوا بقدونس مجفف. برافو. شو هيدا؟ زعتر اوريجانو ورشة زيت. بس يلا سكني. حاضر. وهلا بعد ما خلطناهم رح نجيب صينية. ايش هيدي؟ نجيب صينية تانية عشان الأولى ما عجبتنا، ونحط البطاطا كتار على الصينية. رأيك فيش؟ بس ونحطهم بالفرن على درجة 170 لا او 180 حسب ما تحمر البطاطا من تحت ومن فوق. واذا حبيتوا تقلوهم وجربوا تحطوا لهم رز مطحون، ملعقة رز مطحون بتطلعها كتير 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 بتقرمش. بس نحن اليوم عاملينها بطريقة صحية، بدنا نحطها بالفرن نشويها شوي. وهيدي هي صينية بطاطا الويدجز بعد ما طلعت من الفرن. يا رب يكون عجبكم الوصفة. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، فعلوا الجرس عشان تجيكم اشعارات تانية لما ننزل فيديوهات طبخ جديدة. انا وماما.